اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده في الفيديو ده هناخد درس المحاسبه سنه تانية اساسيات محاسبه التكاليف الفرقه التانية طبعا اللي هي سنه تانية جامعه القاهره نظامي وانتساب اللي هم الدمج. تمام، فهناخد اول درس عملي عندنا اللي هو مثال اللي بيقول عايزين مطلوب مننا حساب تكلفه المواد المستخدمه. طبعا انا ما بحبش اطول عليكم ان انا في المقدمه وكده اقعد اتكلم، فانا بس ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه علشان ان شاء الله هيبقى فيه هشرح لكم كل المحاسبه بتاعه السنه دي عشان الامتحانات قربت. ولو عايزين اي فيديو معين عن اي درس معين ممكن تكتبوا لي في التعليقات. هنبدا على طول. اول حاجه هنشوف المثال هنا بيقول معانا ايه. بيقول اذا كانت احنا بنقرا طبعا المثال كله في الامتحان قبل ما نحل. هنقول إذا كانت المواد المشترية خلال الفترة 70,000 جنيه وتم رد ما قيمته 5000 جنيه من هذه المواد للمورد، واحترق منها في المخزن كام؟ 5000، وتكلفة المواد بالمخزن أول فترة كام؟ 30,000. نركز عشان في حاجة مهمة هقول لكم عليها دلوقتي. وباقي من هذه المواد في المخزن آخر الفترة 10,000. أول حاجة في المثال ده بنعمل إيه؟ أول ما نلاقي مكتوب حساب تكلفة المواد المستخدمة ده المطلوب مننا، هنعمل ايه؟ هندور اول حاجة على المواد بالمخزن اول الفترة، ندور على كلمة اول الفترة ونعلم عليها كده جامد. ليه بقى؟ علشان احنا في الحل بتاعنا اول حاجة بنكتب له اول الفترة. تعالوا احنا دلوقتي حصل معانا عطل فني، فاحنا دلوقتي هنجرب الفيديو. يلا بينا. علشان احنا اول حاجة بنقول زي ما احنا قلنا بنعمل اول الفترة، فتعالوا نشوف كده في الحل عندنا هيظهر ايه. احنا بس كل ما علينا هنعمل الجدول زي ما اتفقنا. الجدول يكون يا جماعة بشكل منسق علشان ناخد درجات كويسة. هو عبارة عن البيان والمبلغ زي ما انتم شايفين، وسهل جدا. كل ما علينا ان احنا هنسطر كويس وعشان الدرجات بتاعتنا بتفرق في التنسيق، وبعد كده نبتدي نحط تكلفة المواد اول الفترة. اول خطوه لينا هي ان احنا بنكتب قيمه بدل كلمه تكلفه، بنشيلها ونقول قيمه. هنكتب بس بالقلم الجاف عشان ايه الكلام يبقى واضح. قيمه المواد بالمخزن اول الفتره كام؟ 20,000 جنيه. 20,000 جنيه. طبعا يا جماعة نوضح الاصفار علشان لما نيجي نجمع ما نتلخبطش، او لما نيجي نجمع او نطرح ما نتلخبطش. تمام، بتفرق جدا ان احنا نكون كاتبين صح. وهنا هنشوف من اول تاني، نرجع كأننا بنقرا من الاول تاني عشان ندور على حاجة اسمها المواد المشتراه خلال الفترة. ركزوا جدا كلمة المشتراه علشان احيانا ممكن تلاقوا مواد تانية غير المشتراه، هتلاقي حاجات تانية خلال الفترة. فاحنا عايزين المشتراه خلال الفترة، هنيجي ناخدها ونقول قيمة المواد المشتراه عشان هي بتتجمع. مهم جدا تركزوا ان هي تكون المواد المشتراه مش اي حاجة تانية. فدلوقتي هنكتب قيمة المواد، بنشيل كلمة المواد اللي كانت إذا كانت المواد المشتراه، فاحنا بنقول له قيمة المواد المشتراه خلال الفترة زي ما هو كاتب بالظبط. احنا ما بنجيبش كلام من عندنا، بس احنا بنكتب بس كلمة قيمة المواد المشتراه، قيمة بنزودها. وبعد كده بنكتب المواد المشتراه خلال الفترة وهي عبارة عن 70,000 جنيه بنكتبهم. فركزوا جدا اي حاجة تاخدوها تعملوا تحتها خط علشان تكونوا متأكدين ان انتوا خدتوها وما تاخدوهاش تاني. وكمان عندكم الكشكول بتاعكم او الكراسة بتاعة الاجابة نعملها كأنها مسطرة علشان نبقى عارفين احنا كتبنا ايه وما كتبناش ايه. تمام. وتم رد ما قيمته 5000 جنيه. طبعا
احنا بناخد بقى اللي بعد كده بالدور، يعني خلصنا دورنا على حاجه اللي هي مواد بالمخزن اول الفتره ولقيناها وكتبناها، ودورنا على المواد المشتركه خلال الفتره وكتبناها. دلوقتي بقى بنكتب ايه؟ بنكتب اللي هو بيقول تم رد ما قيمته 5000 جنيه، بنكتب قيمه المواد المرتده. يعني هو بيقول لك رد، يبقى رد يعني ايه؟ يعني قيمه المواد المرتده للمورد كام؟ 5000 جنيه. وبعد كده قال لك من هذه المواد للمورد، احنا عشان كده بنكتب للمورد. واحترق منها، هنبتدي بقى نخش بعد كده هنكتب ال5000 طبعا بين قوسين، علشان دي يا جماعه بتطرح مش بتتجمع، فاي حاجه بتطرح بنعملها بين قوسين عشان ما نتلخبطش واحنا بنشتغل على الاله، نعرف ان دي بتطرح. بعد كده بيقول ومنها واحترق منها في المخزن 5000 جنيه. محترقه يبقى مواد محترقه، طالما ما قالش ان هي مواد محترقه مسموح بها، يبقى هي كده غير مسموح بها، والغير مسموح بها تعتبر خساره فبتطرح. يبقى احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنكتب قيمه المواد المحترقه زي ما هو كاتب لنا، انا ما اكتبش حاجه ايه خارجه. هو بيقول واحترق منها في المخزن، يبقى انا هكتب قيمه المواد المحترقه في المخزن 5000 جنيه. طبعا يا جماعه ما تنسوش 5000 جنيه دي بين قوسين علشان هتطرح، ما نتلخبطش زي ما قلنا في الايه؟ في الآلة الحاسبة. وتكلفة المواد بالمخزن أول الفترة كام؟ 20000 جنيه. تكلفة المواد دي خدناها قبل كده، وعشان كده يا جماعة أنا عاملة تحتها خط، وانتوا اعملوا خط عشان ما ترجعوش تاخدوها تاني أو ما تكونوش مركزين وتقومي كاتبينها تاني، فخلوا بالكم جدا من النقطة دي علشان في ناس ممكن تتلخبط وتكتبها تاني. وبعد كده بيقولك وباقي من هذه المواد في المخزن آخر الفترة 10000 جنيه. يبقى معنى كده إن قيمة المواد دي طبعا بتطرح يا جماعه لانها اخر الفتره، يعني انا كان عندي بضاعه اتبقت عندي في اخر الفتره وتعتبر هي اتبقت في المخزن، فتعتبر ايه؟ لسه موجوده، فاحنا هنطرحها. تمام، هنطرحها وهنكتب اللي هي قيمه المواد زي ما هو كاتب في المخزن اخر الفتره، هنكتب 10000 جنيه زي ما هو كاتب، وهنعملها بين قوسين برضو، ما ننساش يا جماعه الاقواس عشان دي بتدل على انها هتطرح. وكده المثال خلص، وزي ما انتم شايفين المثال سهل جدا، بس تكملوا بقى معايا عشان في نقطة مهمة قوي هقولها لكم على الآلة الحاسبة هتنفعكم جدا في الامتحان، وهتخليكم بجد يعني بريمو في الامتحان بالآلة الحاسبة. طبعا بتيجوا هنا تكتبوا تكلفة اللي هو مطلوب مننا، تكلفة المواد المستخدمة، تكلفة المواد المستخدمة. دلوقتي بصوا زي ما انتم شايفين الآلة، كل الناس اكيد يعني بيجيبوا الالات دي عشان دي اللي بتستخدموها في الامتحان. المهم ان يكون في العلامه دي اللي هي مكتوب عليها EXP بي كابيتال، شايفينها؟ علشان العلامه دي هي اللي بتخلي الاصفار بتسهل لكم الاصفار. فهوريكم دلوقتي مثال. لو كتبنا دلوقتي مثلا 20000 جنيه، بنعمل كام صفر؟ 4، العلامه دي الاول وبعدين 4 احفظوها، وبعدين نعمل زائد 70000 جنيه، العلامه دي واربع اصفار، السبعة وبعدين العلامة وبعدين 4 اصفار، بتديكوا علامة زي اي كده، حرف الاي. وبعدين هنقول يساوي 90000 جنيه، هنقول ناقص عشان هنطرح بعد كده 5000 فيها كام صفر؟ 3، ماشي، ناقص تاني 5000 زيهم، ناقص تاني 10000، 4 طبعا اصفار، 10000 4 اصفار، النتيجة هتدينا كام؟ تدينا 70000 جنيه. ماشي، يبقى كده عرفنا ازاي نحل المسألة، وفي نفس الوقت بطريقة سريعة جدا مع الآلة. ما تنسوش العلامة EXP كابيتال. خلاص، تدينا 70000 جنيه بس. وكده المثال ده خلص معانا، وان شاء الله بإذن الله استنوني في الدرس الجاي، علشان الدرس الجاي هنشرح المثال اللي بعده، وان شاء الله كل درس هيبقى مثال واحد عشان ما نطولش عليكم الفيديو. وما تنسوش قبل ما اقفل الفيديو تعملوا لايك للقناة وتشتركوا فيها وتشيروا الفيديو ده لاصحابكم علشان كله يستفيد. وبس كده، واكتبوا لي في التعليقات كمان لو في اي فيديو نفسكم اعمله لكم، والسلام عليكم.